صباح الفل على الحلوين، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. جايلكم بقى النهارده بفيديو جديد. صاحيه بقى من الساعه 7 الصبح، بقى ورايا بقى كام مشوار، ورايا شويه حاجات كده عايزه اجيبها، وصاحيه بقى والجو بقى حر. وبصوا يعني انا كنت صاحيه متفائله كده اليوم، بس اليوم يعني قفل معايا قفله مش حلوه خالص. الجو كان حر بطريقه غبيه يعني. زي ما انتوا شايفين كده انا صاحيه بقى ولابسه كده ومتظبطه، ورايا مشوار. وطبعا بقى انا ما بكون ورايا مشوار يمكن ما بنامش كمان، ببقى شايله همه كده وعايزه اخلص منه. كان عندي بقى شويه حاجات عايزه اروح اجيبها، وشويه حاجات كده عايزه اخلصها. وكنت ناويه كمان اصور لكم وانا بره، بس لقيت بقى الدنيا زحمه قوي، عشان طبعا كل الناس نازله عشان تشتري حاجات المدارس والكلام ده، فما نفعش ان انا اصور يعني. رجعت بقى متبهدله على الاخر بالحر والحاجات اللي كنت شايلاها وكده. فنمت شويه طبعا، ما عملتش اي حاجه، واول ما صحيت عملت بقى كوبايه القهوه التحفه دي. عشان كده ايه يعني اصحصح شويه واكمل بقى تصوير الفيديو. طبعا بقى هنا بوريكم ان البوتاجاز نظيف، بقول لكم يعني ايه احساس حلو قوي ان انت تخشي تعملي حاجه في المطبخ يبقى البوتاجاز نظيف. فانا كنت فرحانه بصراحه. بس انا كنت غاسله قبل ما امشي عشان خاطر برضو اللحظه دي. عملت بقى كوبايتين قهوه او فنجان القهوه، واحد ليا واحد لماما. احنا الاتنين يعني في القهوة بقى، ما اقولكوش القهوة بالنسبة لنا من اساسيات اليوم يعني. عملت بقى القهوة وهنروح بقى نشربها كده برا انا وماما، وبعدين ادخل بقى المطبخ اشوف ايه اللي ورايا. رجعت لكم بقى تاني برحب بكم بقى من المطبخ، لازم ارحب بكم من المطبخ، ما ينفعش فيديو من غير ما ارحب بكم في المطبخ. هنا كنت برحب بكم بقى في مطبخ المتواضع. وبعدين هنبدأ بقى اليوم بتاعنا ونشوف هنعمل ايه. انا كان عندي بقى لحمة طلعتها كده علشان ابدأ ان انا اقطعها كده واغسلها. هعمل بقى لحمة كده في بسلة، وهعمل لحمة تانية مسلوقة عادي يعني. ممكن احمرها بقى او ما احمرهاش بظروفها يعني. فبدأت بقى ان انا افرز بس اللحمة، اشوف بقى القطع بتاعتها متساوية او لا، ولو في قطعة كبيرة اقطعها اتنين عشان تبقى القطع بتاعتها كلها متساوية. وفي التسوية تبقى التسوية برضو واحدة، يعني ما يبقاش حتت صغيرة تستوي الاول وقطع اكبر تستوي متأخر والكلام ده. وهشيل برضو بقى منها جزء كده اعمله مع البسلة، هشيل بقى الحتت اللي هي فيها دهون علشان تخلي البسلة كده طعمها حلو. بس طبعا هسيب برضو قطع كده فيها دهون تاني عشان الشوربة تبقى متظبطة كده وحلوة، متبقاش عاملة زي المية يعني. لازم برضو الشوربة بتاعت اللحمة تكون فيها نسبة من الدهون عشان تخلي الشوربة كده طعمها حلو وريحتها حلو. فرست كده بقى اللحمة وشفت بقى يعني القطعة ظبطتها كده كلها مستوى واحد. هشوف بقى القطعة بقى اللي انا محتاجاها للبسلة، اقطعها مكعبات زي ما انتوا شايفين كده. مكعبات متوسطة مش صغيرة ومش كبيرة، وأقطع بقى كله كده بنفس الكمية. أنا خدت تقريبا حوالي نص كيلو. وشطفت بقى اللحمة بتاعتي كده شطفة محترمة، شطفة كده على السريع. طبعا عارفين اللحمة ما بتتنقعش وما بتتغسلش، بس بتتشطف مكان ايدينا بس وخلاص. حلة بقى على النار، وحطيت بقى اللحمة بتاعتي تتشوح وتتشوح ايه تتشوح. حطيت اللحمة بتاعتي تتشوح، وهحط لها بقى البصل، وهحط لها فلفل اسود، وهحط لها بقى ايه كبوبة صيني، وطبعا حبهان ومستكة وقرنفل وكل الحاجات دي. وهنا بقى كنت بقطع حتة كده من جوز الطيب، كانت واحدة كده على بعضها، فقلت اكسر منها حتة كده بالسكينة عشان تخلي برضو اللحمة كده ريحتها حلوة. وحطيت كل التوابل المتعارفة يعني بتاعت اللحمة، واهم حاجة اهم حاجة الفلفل الاسود يعني. اديت بقى تشويحة وعمالة اشوح بقى في اللحمة، ما ضفتش عليها طماطم ولا ضفت عليها مية ولا اي حاجة، هي بس في التوابل كده والبصل وخلاص. سايباها لحد بقى ما تشرب كل المية اللي هي نزلتها دي، علشان تاخد بقى تشويحة وكمان لون اللحمة يغير، وبعد كده بقى انزل بالطماطم. طبعا كلكم عارفين الكلام ده، بس انا بشارك معاكم اليوم. وعلى الناحية التانية كده حمرت برضو بصلاية شوحتها، ونزلت عليها باللحمة اللي انا هعملها في البسلة زي ما انتوا شايفين كده. بحب لما اعمل خضار دايما بقولكم كده ان انا احط اللحمه الاول، ما بحبش احط الطماطم الاول. بحب اشوح اللحمه كده في البصل برضو والتوابل، وبعدين بعد ما تاخد تشويحه وتغير اللون بتاعها وريحتها تطلع انزل بقى عليها بالطماطم. حطيت برضو 7 بهارات، وحطيت بهارات لحمه، وحطيت فلفل اسود، وظبطت لها كده شويه توابل حلوين. وحطيت كمان معلقه كبيره من البابريكا عشان طبعا تخلي لي اللون بتاع الصلصه كده احمر وحلو. وطبعا شايفين شكلها يعني، تخيلوا بقى ريحتها بقى بالتوابل والبصل وكل الكلام الحلو ده، ريحتها كانت تحفة اصلا.
وبعد ما خدت تشويحة وغيرت اللون بتاعها نزلت عليها بقى بالطماطم. هسيبها بقى تعيش حياتها خالص، مش هحط ملح ولا اي حاجة دلوقتي. انا كده حطيت كل التوابل اللي عندي، مش هحط ملح بقى غير في الاخر علشان طبعا يسهل لي موضوع التسوية. لو حطيت ملح هتتأخر في التسوية. هنا كانت بدأت ان هي الصلصة تتسبك شوية، بس كانت طبعا لسه برضو ما اتسبكتش، يعني ما خدتش التسبيكة اللي انا عايزاها. حطيت بقى الحلة اللي فيها اللحمة كده، نقلتها الناحية التانية وضفت عليها بقى مية كده وسيبها تغلي بقى مع نفسها، اللي هي الشوربة بتاعتها يعني. وهنا هعمل الرز. حطيت بقى شوية زيت محترمين يعني، عشان طبعا رز بشعرية، وحطيت كيس شعرية كده يعني كله على بعضه برضه، فمحتاج زيت كتير. يعني عشان كده كترت. لاحظوا ان الزيت كتير بس انا مكتره عشان الشعرية. حمرت بقى لحد ما خدت اللون اللي انا عايزاه، ونزلت عليها بكمية الرز دي كلها. وهبدأ بقى اشوح كده في الرز شوية بالشعرية قبل ما انزل عليه بالمية او اي حاجة كده زي ما انتوا شايفين، عشان الرز كمان يتغلف بالزيت اللي انا حطاه في الشعرية ده، علشان الرز يبقى بيلمع كده ومفلفل. وهنا كانت الصدمة بقى ان الحلة حسيت ان هي كبيرة، كبيرة ايه، الحلة حسيت ان هي صغيرة على الرز. وبس انا اتحديت نفسي وقلت يعني ايه، هيستوي برضو يعني. والحمد لله استوى، ما طلعش بقى ني ولا اي حاجة. خلاص الصلصة كانت اتسبكت، نزلت بقى بالبسلة دي. بسلة بقى مجمدة، اللي هي بسمة، طبعا النوع بتاعها بسمة ده. النوع ده تحفة، وانا جربته قبل كده كذا مرة، ويعني بتبقى اكنها بسلة طازة بالظبط، مفيش فرق يعني. فالنوع ده حلو، واكيد كلكم يعني بشوف ناس كتير بتجربه عموما، وانا مجربه اكتر من مرة. فلو حابين يعني تجربوا. طبعا عارفين ان هي البسلة او الخضار المجمد عموما ما بنسيبوش يفك وهو متلج كده، بننزل بيه على طول على النار. هنا بقى كنت جايبة كمية من الفاكهة كده، وطبعا لما نمت شوية خليت ماما فضتهم على الصينية ده، علشان لو كانوا فضلوا في الأكياس كانوا هيبوظوا، عشان الجو حر وكان هيفضلوا مكتوبين كده في الأكياس كانوا هيبوظوا. فقلت لها فضيهم كده على صينية، على ما ابقى اصحى ابقى اغسلها. بدأت بقى ان انا اغسل كده زي ما انتوا شايفين. كنت جايبة مانجا وبرقوق واناناس ايه تاني، جوافة وكمثرى ورمان. زي ما انتوا شايفين كده غسلت المانجا، ودلوقتي بغسل في الرمان. اسعار طبعا، آه، الرمان ب8 جنيه، المانجا ب15 جنيه، الجوافة ب15 جنيه، البرقوق ب30 جنيه. ايه تاني، الاناناس ب10 جنيه. بس هي دي الحاجات اللي انا جايباها، يعني ده سعر الكيلو يعني. هغسل بقى الكمثرى كمان، والجوافة بقى مش هغسلها، عشان الجوافة لما بغسلها بحس انها بتحمر كده ولونها بتغير، فانا عايزاها تفضل بيضة كده زي ما هي، فهسيبها بقى. اللي يبقى يحتاج ياكل يبقى يغسل كده اول باول، عشان ما الجوافة يعني حساسة شوية عن باقي الحاجة. ايه تاني، البرقوق انا غسلته وسبته في المصفى الصغيرة اللي هناك دي، عشان هو شوية صغيرين. وبقيت الحاجة بقى حطيتها كلها على بعضها كده بعد ما غسلتها، وهسيبها تتصفى، وبعد كده هعبيها بقى في المصافي بتاعتها او في الحاجة بتاعتها، وادخلها التلاجة. طبعا الخضار برضو اللي انا جبته، بس كانت ماما بقى هي غسلته ودخلته التلاجة، فالتلاجة اصلا حاسه ان مفيش فيها مكان يعني، فانا هحاول بقى اتصرف لهم كده في مكان. واخر حاجه معايا كنت بغسلها هي الاناناس، وبس كده يعني. زي ما قلت لكم كده الجوافه مش هغسلها، فضيتها بقى في صينيه صغيره كده وسبتها بس، مش هغسلها زي ما انا قلت لكم. كنت جايبه برضو كميه كده من الخضره، شبت وبقدونس وكزبره، وده ايه، ده جرجير علشان كنت نسيت. فهنا كنت غسلتهم وسبتهم يصفوا، بس انا بحب بعد ما اغسلهم كده ان انا اقطع الجدول بتاعه الجرجير دي، ما بحبش احطه كده يعني بالجدول بتاعته، لا بحب اقطعها وتبقى كده العيدان بتاعته كده صحيحه من غير الجدول بتاعتها. فانا هنا هي الخضره كانت مغسوله ومصفيه، وكنت حاطاها نقعها في خل وكله تمام. ف بس مجرد ان انا هحطها بقى في اكياس، تقدري تحطها في علبة وتحطي بقى تحتها مناديل وفوقها مناديل والجو ده، بس ده لو انت هتحتفظي بيها فترة في التلاجة، لكن ده اخرها اسبوع مش هتلحق تبوظ يعني، للسلطة بقى وللفطار وكل الكلام الحلو ده. فانا حطيت بقى الجرجير في كيس لوحده، كيس طبعا نضيف، وهحط بقى البقدونس والكزبرة والشبت في كيس لوحده. هنا خلاص
شلت الجدول بقى مش عايزاها، وحطيتهم بقى في اكياس، وبقية الحاجة حطيتها برضو في اكياس وهشيلهم بقى في التلاجة. ودي حاجة خلصت كمان منها. برضو الخضار ده انا جايباه معايا، جايباه من ضمن الحاجات اللي انا جايباها يعني النهارده. وزي ما قلت لكم الخضار ماما غسلته وشالته هي في التلاجة، يعني حبت ان هي تساعدني يعني، قامت بالواجب. كنت جايبه بقى توابل، ففي توابل بقى عندي كانت ناقصه جبتها. هبدا بقى ان انا اعبيها او اشوف العلب اللي فاضيه افضي مكانها، والحاجات بقى اللي هي لسه موجود منها هعينها بقى باكياس زي ما هي، على بال ما العلب بتاعتها تفضى ابقى افضيها. هنا كنت بعبي بقى ورق لورا في البرطمان ده، بحب ان انا اعبيه، ما احبش اسيبه في الكيس كده، بحس ان هو بيكسر يعني بيوصل له رطوبه والكلام ده، فانا بحب احطه كده في برطمان احسن. وجايبه بقى اكياس ملح عشان هعمل بقى جايبه فلفل اسود وكمون، هقلب بقى منهم شويه على الملح الابيض. بيبقى سهل بقى لو انتي بتحطي شويه على بطاطس محمره او اي حاجه. وبرضو سايبه كمون وفلفل اسود ان انا استعملهم كده لو احتجتهم يعني، من غير ما يكون عليهم ملح. دول هسيبهم لوحدهم، ودول هقلبهم عشان يبقوا جاهزين لو انا عامله سلطه او عامله بطاطس محمره او اي حاجه محتاجه فيها ملح وفلفل اسود او كده. باخد بقى شويه ملح متقلبين جاهزين كده احسن واسهل. هنا بقى خلاص بفضي التوابل. انا فضيت الثلاث علب دول بس. الثلاث علب دول عموما واحده فيها 7 بهارات، واحده فيها بهارات لحمه، واحده فيها بهارات فراخ. وانا طبعا عارفه العلب وكنت كاتبه عليها، هي الكتابه يعني بدات ان هي تتمسح، انتوا مش هتشوفوها يعني، كنت كاتبه كل علبه دي بتاعت ايه. بس انا عارفاهم، وبما ان محدش بيدخل مطبخ ويطبخ غيري، فاكيد انا عارفه الحاجه وحافظاها. ماما اصلا لو دخلت المطبخ بتحس ان هي تايهه ومش عارفه، مش عارفه في حاجه في المطبخ، ولو الحاجه قدامها تحس ان هي مش عارفاها، عشان هي يعني ايه ما بتدخلش مطبخ كتير يعني، غير قليل قوي يعني، لو هتعمل فطار لبابا كده على السريع او حاجه. وقليل جدا لو طبخت. انا طول ما انا موجوده في البيت انا اللي بعمل اي حاجه تخص المطبخ يعني، سواء تنظيف او طبخ او اي حاجه. طبعا انا جايبه التوابل مخليه بقى الراجل اللي انا جايبه منه التوابل كاتب لي على كل حاجه، عشان طبعا عارفين التوابل كلها شبه بعضها، فبكون كاتب لي كده على كل كيس ده نوعه ايه، عشان ما اجيش هنا اتلخبط بقى وابقى محتاره ده ايه وده ايه. دي بقى اكياس كانت العلب بتاعتها لسه ما فضيتش، فشلتهم كده في الضرفه دي، على بال ما العلب تفضى ابقى ارجع افضيهم تاني، عشان ما احطش بقى قديم على جديد. استنى القديم يخلص الاول وبعدين ابقى احط الجديد. نضف بقى الرخامه عشان وقع عليها ملح وتوابل وحاجات كتير. طبعا كل ده والاكل كان متولع عليه، وانا قلت يعني احاول انجز بقى والاكل بيستوي مع نفسه. هنا بقى قلت اعمل بقى بالمره كده عصير جوافه ينعنش الدنيا شويه. بحب الجوافه بالليمون. وعموما يعني حتى لو ما بحبش الجوافه بالليمون، لازم عصير الجوافه نضيف عليه حتى لو نص ليمونه علشان ما تخلوش يسود، لانه عصير الجوافه من الحاجات اللي بتسود في ثواني، او انت بقى عايزه تعمليه تشربيه في وقتها على طول. فانا علشان هعمله واسيبه في التلاجة بقى، اللي يبقى يحتاج يبقى يشرب، فانا هحط عليه الليمونه دي. انا بحب عموما ريحه الليمون في العصاير يعني، حتى عصير المانجا بحط عليه ليمون، بس ما بحطش كتير، بحط نص ليمونه بس. هنا حطيت ليمونه كبيره وقطعت بقى الجوافه. بحب اقطع الجوافه يعني احطها بالبذر بتاعها، عشان البذر بتاعها بيخلي العصير تقيل، وبعدين ارجع اصفيها تاني. يعني ممكن تعملها كده او كده، يعني في ناس بتشيل البذر اصلا وتفرم بقى الجوافه كده وخلاص وما تصفيهاش، لا انا عادي بعملها بالبذر بتاعها وبعدين برجع اصفيها، وبتبقى تحفه، وبتبقى كده العصير القوام بتاعه تقيل وحلو. وصفيت العصير بتاعي وبدأت بقى كده ان انا بوريكم بقى القوام بتاعه. عموما ما بحبش الجوافه بالذات، ما بحبش القوام بتاعها تقيل قوي، بحبه متوسط كده. لكن المانجا بحب القوام بتاعها تقيل. خلاص كده كنت خلصت بقى اليوم بتاعي. في حاجات كتير عملتها بره التصوير بقى، روقت المطبخ وكنست الارضيه وحاجات كتير كده، ومواعين طبعا ده اساسي. وهنا كان الاكل بتاعي استوى خلاص، الرز اهو زي ما انتم شايفين وطلع مستوي.
مع ان الحله ما شاء الله يعني مليانه على الاخر، بس برضو طلع مستوي، وما طلعش معجن وما طلعش ني. انا فخوره بنفسي جدا. وكمان البسله استوت خلاص، طفيت عليها البسله بالجزر واللحمه، وقبل ما تستوي كده ب10 دقايق قطعت كده